السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في كل بيت وفي كل مكان وفي كل محافظة طلاب سينيور 3. النهارده يا سادة حصتنا على غير العادة. النهارده يا سادة هنحل مع بعض أفكار بزيادة. النهارده محتاجين من الناس شوية تركيز. ممكن احنا الفترة الأخيرة الحمد لله أو من ساعة ما بدأنا في الأورجانيك واحنا شغالين معسكر شابتر 1 وشابتر 2 فبقينا شغالين من الشرق للغرب مش سايبين حاجة في الكيمستري، وممكن ده مضايق ناس كتير. فأنا سامحني إن أنا مش هقدر أرد على حد ولا هقدر أكون ردي على حد دلوقتي. فبلغ الناس اقول للي حواليك احنا ردنا هيكون اخر السنه ان شاء الله لما اكرمك واكرم اوائل ثانويه عامه باذن واحد احد لعام 2026 2027 باذن واحد احد على مدى مجهودهم وتعبهم. انا واثق 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 في الله واثق فيك انك هتعمل اللي عليك، ودايما هتفضل انت رقم واحد، رقم واحد بالشغل وبالمجهود وبالمكافحه وبالمثابره، وبكل ده هيبدا ان هو يعود عليك بس اخر السنه. سيبك من كل اللي حواليك، خليك مركز في طريقك، وانا ثبت لك ان التركيز هيخلي الناس كلها مركزه معاك. هم مش مركزين في شغلهم، هم مركزين فينا، واحنا مركزين في طريقنا. شد حيلكم ويلا بينا نبتدوا حصتنا. يلا بينا نبتدي مع بعض. The benzene prepared by bathing نقط gas to red hot nickel tube. هو انت ترايمرايزيشن هي عمليه الترايمرايزيشن ان انا كنت بعمل بوليمرايزيشن، يعني كنت بجيب 3 منه. مين منه ده؟ 3 من C2H2. فانا هجيب 3 من الاي ساين او الاسيتايلين وهعمل له ترايمرايزيشن. تبقى الاجابه الصح هي الاجابه دي. والله من بعد ما اخدنا مع بعض الجزئيه بتاعه اللهم صل على النبي، الجزئيه راحت فين اهي، الجزئيه بتاعه خليك كده بتاعه التحويلات او درس او الجزء الاول لمراجعه الاورجانيك بس عن طريق مراجعه التحويلات كلها. انا حاسس ان الطلبه حاسه بكم تواصل عقلي لفكره ان هم يحولوا من مركب لمركب. الحمد لله. dry distillation of sodium benzoate. ايه ده؟ بنزا ادي بنزين. طب بص، بنزن ويت صوديوم ويت يبقى سونا. لما بتعمل دراي ديستليشن للبنت اللي اسمها سونا والسودا لاين، فانت سونا بتروح وبيديك لحضرتك حلقه البنزين، فتكون الاجابه الصح بتروح الاجابه ب. جميل. هيدروجينيشن اوف بنزين. البنزين هو عباره عن حلقه، الكابتن اللي شغال في الطياره بالله عليك معايا، ادي اهو واهو ماشي. قال لي يا مستر هيدروجينيشن استاذ عصام الشوالي هحط 3 هيدروجين باي اديشن، يعني هاجي احط 3 من ده، ولما احط 3 من ده ايه اللي هيحصل؟ هكسر رابطه وادخل هنا اتش وهنا اتش اكس واتش اتش 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 واتش اتش، لان كل رابطه باي بوند محتاجه 2 هيدروجين. بيس هتفضل عندنا هذه الحلقه حلقة فارغة دون أي باي بوند، فتسمى يا رجالة أليفاتيك. مين دي؟ هي اسمها سايكلو هيكسان هان. فين بقى الإجابة؟ تبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة بي. ماشي. سامحني همسح كده. انتوا عليكوا ضغوطات، احنا مكسرات اهي. يلا بينا. بنزين رياكت ويز CH3Cl. طبعا CH3Cl يعني RX، يعني هيتبقى لنا يا رجاله هنا حلقه البنزين اللي ماسكه في مجموعه CH3 اللي هي بيقول عليها تولوين. ماشي. ويز انهيدرس AlCl3. خلاص هو الراجل عطاها لنا بكل بساطه تولوين. مفيش تولوين اللي هي كان رمزها C7H8 بس مفيش تولوين. ما هي تولوين ممكن نقول عليها ميثايل بنزين، يبقى الاجابه الصح هتكون ميثايل بنزين. حلو. اللي بعده كاتاليتيك ريفورميشن، اعاده تشكيل كان بيحصل BT وحراره. كنت بعمل ايه؟ لف 6 كربونات اسمها لف 6 وسيب الحت. ماشي. وفي نورمال هتان يعني كام؟ 7. فهنا انا عندي 7 هلف منهم 6 عشان يكونوا حلقه البنزين، ويتبقى لنا سي موجوده فوق اللي هي CH3. مين الراجل ده يا رجاله؟ اسمه عندي تولوين. الله يبقى هنا تولوين اهي. اللي بعده كاتاليتيك ريفورميشن اوف نورمال هيكسان. جيف نورمال هيكسان. طب ما هي نفس الفكره، بس هيكسا يعني 6 كربونات، فانت هتلف 6 على طول
فلما تلف 6 يا سيدي هيديك البنزين على طول، يبقى البنزين اهي. خلاص ماشي نمسح السنة دي ما عدناش نفتح من النفسية اهي. How many H2 mole required to convert 3 فينايل بروبين؟ بصوا، فينايل يعني فرع فينايل يعني حلقة بنزين ماسكة في فرع. بروبين 1 2 3. بروين يعني في دبل بوند. 3 فينايل يعني 1 2 3 يعني هنا في مجموعة فينايل. طبعا هو الاسم مش صحيح، الصح ان هو اصل 3 فينايل يعني عادي، يعني ممكن نقول عليها 1 فينايل، بس ما علينا. اوكي، بيقول لي هنا انا عايز احط كام هيدروجين؟ تو ريكواير تو ساتيوريت. كلمة ساتيوريت يعني بكسر كل البايبوند. عشان اكسر كل البايبوند فانا هكسر ده وهكسر ده وهكسر ده وهكسر ده. هكسر 4 بايبوند، ولما اقول لك اني هكسر 4 من الباي بوند فانا محتاج 4 H2، لان كل H2 بتكسر واحده باي بوند. هتكون الاجابه الصح هي الاجابه سي. ماشي، اللي بعده دراي ديستليشن اوف صوديوم بنزويت. واحده معلش. حلقه بنزين سونا. لما اعمل عمليه دراي ديستليشن يعني احط عليها NaOH CaO، فهشيل البت اللي اسمها سونا ويتبقى لي حلقه بنزين. وبعدين then react the product with كلورين. اوكي، صلوا على النبي. then react the product with كلورين. طالما فاعل مع الكلورين وسكت يبقى انت كده بتعمل عمليه addition، تعمل عمليه اضافه. وطالما بتعمل عمليه اضافه فافتكر دايما ان الاضافه هنا بتبقى باليو في بس. لو عايز يعمل سبستيتيوشن كان هيقول لك in the presence of catalyst FeCl3 زي ما جات لك في الامتحان. فالكاتاليست بيخلي الكلورين يعمل سبستيتيوشن مش اديشن. ساعتها احنا هنشيل الدايره دي اللي هم الدايره دي هي بالظبط اكني بقول 3 باي بوند يعني، وهدخل كام بقى؟ 3 Cl2. فهتبقى الشكل كده حلقه وكل منطقه فيها HCl 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 HCl. فبقى عندي مركب C6 H6 Cl6. جميل. ده اسمه ايه؟ اسمه عندي جامكسين. ادي جامكسين. الاجابه الصح هي الاجابه سي. حلو جدا. اللي بعده او ممكن تقول عليه هكساكلورو سايكلوهكسان. والجامكسين كان بيستخدم في الانسكتيسايد. وخلي بالك ان الجامكسين ده اليفاتيك ساتيوريتد، لا تكون مفكر ان هو اروماتيك. امتى بقول عليه اروماتيك؟ لما يبقى عندي حلقه بنزين فيها 3 باي بوند او اكتر من حلقه بنزين. اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك هنا ان انا عندي جراف وعندي قدام الجراف هنا تفاعل حلقه بنزين مع BR2 بيعمل عمليه اسمها هالوجينيشن او بوريمينيشن. لما بيحط الBR2 مره في CCl4 يبقى هنا بيعمل عمليه اد، مره في وجود FeBr3 هي اكنه بيقول FeCl3 ما فرقتش كلها هالوجين. فهنا بيعمل عمليه سبستيتيوشن. افكرك بحاجه، فكرني الBr2 نو رياكت باي اديشن مع البنزين، ولكن بيتفاعل عادي بالسبستيتيوشن. يعني هيديني حلقه بنزين عليها مجموعه الله اكبر الله اكبر عليها مجموعه BR. يبقى عايز اقول يبقى طبعا ده غلط وده غلط. نو برودكت نو برودكت. طب هنا هيديني ايه؟ برومو بنزين مش هيدروجين بنزين. فتكون الاجابه الصح هي الاجابه ايه. اللي بعده بيقول لحضرتك هالوجينيشن اوف بنزين ان يو في ان ذا بريزنس اوف FeCl3. هالوجينيشن ادخل هالوجين FeCl3 يبقى دي عمليه ايه يا رجاله؟ سبستيتيوشن. خلاص، عشان ال FeCl3 او ال FeBr3 كل دول بيخلوا الحاجه تتبدل مكان الاتش اللي موجوده عندنا. هيديني ايه؟ هيديني بقى برومو بنزين كلورو بنزين ايا كان. فتكون الاجابه الصح هي الاجابه ايه.
امسح يا باشا. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا استاذ محترم بيقول لي هالوجينيشن اوف بنزين يو في. لما كلمة يو في يبقى انت بتعمل عملية اسمها عملية اديشن، وكلمة اديشن معناها اضافة. اضافة يعني انا بكسر ربطات، فحلقة البنزين لما اعمل لها هالوجينيشن يعني اكني بدخل مجموعة Cl2، فهكسر ربطات الثلاثة وهدخل Cl2 مكان كل مكان اتكسر. هيديني ايه؟ نفس اللي احنا عملناه C6H6Cl6 الذي يسمى هيكساكلوروسايكلوهكسان او جامكسين. اللي وراه بوليمرايزيشن اوف ايثاين. هات 3 من الايثاين في وجود الريد هوت نيكل يديني C6H6. حلو قوي. بنزين زين هيدروجينيشن ذا برودكت. البنزين قدام حضرتك اهو يا رجاله يا حلوين اهو. هيدروجينيشن يعني هدخل هنا 3 من الH2، وساعتها اللي هيحصل هكسر ده وهكسر ده وهكسر ده، فهيديني ايه؟ هيديني يا رجاله محترمين حلقه فاضيه اسمها سايكلو هكسان. فين سايكلو هكسان دي؟ سي. اللي بعده hydrogenation of benzene considered as converting. hydrogenation of benzene. هو مش البنزين ده كان فيه حاجه باي بوند اهو، هعمل له هيدروجينيشن يعني هدخل 3H2 فهكسر 3 رباطات تديني حلقه فاضيه، فهحول من حاجه اروماتيك لحاجه اليفاتيك. حلو. هتحول من حاجه سايكليك انساتوريتد لسايكليك ساتوريتد، او من حاجه اروماتيك تو اليفاتيك. حلو موت. اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي يا عم الحاج ذا موليكيول اوف تولوين. نرسمهم حاضر. تولوين حلقه بنزين عليها مجموعه CH3. ايثايل بنزين حلقه بنزين قيس ثانيه كده عليها سي وسي، بس عشان نكتبوها كده سي وسي. اشمعنى؟ تعال نشوف. هي ماسكه في ربطتين فاضل لها 2H، ماسكه في واحده فاضل لها 3H. او بروبايل بنزين حلقه بنزين عليها بروب يعني 3، 1 2 3، هنا H3 H2 H2. يلا بينا. بيقول لي يا رب اجرين شبه بعض في ايه يعني؟ نمبر اوف ميثايلين. الميثايلين اللي هي CH2. طبعا عدد السي اتش 2 هنا مختلف تماما، هنا في 2 هنا في واحده، وغير طبعا ان هنا طبعا مفيش سي اتش 2 اساسا، فده غلط. نمبر اوف ميثايل جروب هنا في سي اتش 3 هنا في سي اتش 3 هنا في سي اتش 3، يبقى كلهم فيهم واحده سي اتش 3. فيزيكال بروبرتي مستحيل، لان عدد الكربون كل ما بيزيد الفيزيكال بروبرتي عندي بتحصل لها جراديويشن. الكايل هالايد يوز ان بريباريشن اوف بنزين فروم كفادر كرافت. الكايل هالايد اللي هي اسمها ار اكس، فالار ده اللي بيخش على الحلقه. هنا كان داخل سي اتش 3 هنا داخل سي 2 هنا في سي 3، فالاجابه الصحيحه الاجابه بي. يلا بينا على اللي بعديه. شباب بيقول لي هنا نعمل هالوجينيشن فور اروماتيك بنزين باي سبستيتيوشن. هالوجينيشن يعني هحط هالوجين باي سبستيتيوشن، يعني هجيب حلقه البنزين دي واحط عليها مثلا Cl. ماشي. while it is halogenation by addition for y. طالما باي اديشن يعني انا هكسر كل الربطات وهحط هنا H وCl H وCl H وCl H وCl H وCl H وCl اللي هي C6 H6 Cl6. ماشي. ده اسمه اكس وده اسمه واي. بعدين قال لي ده اسمه جامكسين وده اسمه كلوروبنزين. Classify each of the compound X and compound Y as they are derivative from halogenation of hydrocarbon using UV gas at 400. Give. يا ترى هنا طبعا UV at 400 هنا بيقول لي دي العمليه اللي قدامك دي عمليه substitution. فهنا بيقول لي هنا classify each of compound X and Y. يعتبر قول لي compound X and compound Y as they are derivative
for halogenation of hydrocarbon give a UV at 400 give. جميل. طبعا UV 400 اللي قدام حضرتك دي عشان بس ما ننساش دي كانت بتاعه الالكان. برضه لازم حتى الغلطه نفهم الناس جايه منين. الهالوجينيشن اللي قدام حضرتك دي تعتبر بتاعه الالكان. فطبعا الكلمه دي غير صحيحه وغير دقيقه، حتى وانت بتقراها هتلاقيها غلط. احنا كنا بنستخدم يو في ات 400 ده في الالكان، ميثان، ايثان، بروبان. فطبعا الجمله دي خاطئه، ولو حد سالني ليه، لا طبعا ما ينفعش اقول الجمله دي لان الجمله دي تبع الالكانات مش تبع اللي احنا بنعملوه. جميل. هتقول ان كومباوند اكس اللي هو ده يعتبر هنكلاسيفاي بقى، يعتبر بالنسبه لي اروماتيك، اما ده يعتبر بالنسبه لي الي فاتك سايكليك. ده ساتيوريتد اما ده انساتيوريتد. بس خلاص. اوكي اتفقنا. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا ساده بيقول لي معاليك which of the following process can be used to obtain simplest aromatic hydrocarbon from aromatic hydrocarbon. الفورمولا بتاعته CnHnO3. طبعا طالما قال اروماتيك يبقى في حلقه بنزين، فانا هقعد مكان ال N مثلا ب6 يبقى اسمها C6H6O3. انا عمري ما شفت مركب زي ده. طب بقول لك ايه، اكمني ما شفتوش قبل كده، فانا هعمل حلقه بنزين عاديه. ادي 6 كربون فيها 3 او هنا وهنا وهنا. طب فيها 6 اتش. حاضر. ادي 1 2 3 يلا 4 5 6. ده تراي هيدرايد. ليه قلنا عليه تراي هيدرايد؟ يعني عشان فيه 3 او اتش. حلو. ففي تلك اللحظه يا سيدي عشان سيادتك تحول ده لبنزين، ما احنا مطلوب مننا دلوقتي ان انا احول ده لبنزين، ما انا مش ساحر حضرتك، فانا محتاج اعمل ريموف لمين؟ للاكسجين. يعني هعمل ريدكشن، ريموف ريدكشن. مين اللي كل واحده من دول هتروح خبط لها واحده زنك. الزنك مع الزنك مع الزنك يبقى اسمها زنو. بس كام واحده؟ 3 زنك يشيلوا 3 او. تكون الاجابه الصح ريدكشن او ريديوس باي 3 مول اوف زنك. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك هنا ساتوريتد ماركل C7H14. طالما قال كلمه ساتوريتد يعني الراجل كله رباطات سنجل. ماشي يا باشا. طب مين ده؟ C7 ده CN14 ده 2N. ده مين اللي كان قاعدته CnH2N؟ ده سايكلو الكان. ماشي. ده سايكلو الكان. كان دي obtained from one of its unsaturated isomer. يعني حد عنده نفس القاعده C7H14 ايزومر ليه بس unsaturated. يعني قاعده CnH2N بس unsaturated. ده الالكين. وهنا التحويله اللي خدناها مع بعض في الحصه اللي هو معلش ممكن امسح ده لو ما خدتش سكرين. خد سكرين. يلا بينا. قال لي تعالى يا معلم كده واحده واحده. قال لي استاذ بطروخه C7H14 هنقوله ان ده الكين واللي اسمه عندي هبتين، والهبتين فيه دايما سي 1 2 3 4 5 6 7. ماشي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 وفي دبل بوند. ازاي احول ده ل C7H14 بس المره دي حلقه فاضيه شغال سايكل، واكيد فيها لان حلقه 6 واكيد فيها سي من فوق. ادي 1 2 3 4 5 6 وادي السابع. حلو. اعملها ازاي دي؟ لازم اخلي ده يبقى حلقه. انت بتقول لي كاتاليتيك ريفورميشن تاني نفس الغلطه يا سردينه. ليه؟ ما هو حبيبي ما ينفعش اشتغل انا لما بعمل ريفورميشن بعمل ريفورميشن للالكان مش الالكين. طب مضطر احوله لالكان، يعني عايز احوله لهبتان. هعمل ايه يا ساده؟ هدخل H2. فساعتها اللي هيحصل ان الرابطه دي هتتكسر وهيبقى هبتان، هيبقى اسمه سي. هضغط شويه. C7H16. خلاص. اخده بقى اقدر اعمل له ايه؟ لا ثانيه واحمد. اقدر اعمل له ايه؟ هتعمل له ريفورم. لف 6 وسيب الحته. طبعا لما بلف 6 ال6 بيبقوا حلقه بنزين رابطه ورابطه ورابطه او دايره في النص وفيها موجود CH3 اللي موجوده هنا.
وبعدها على طول عايز اخليها الحلقه فاضيه، فاروح مكسر كل واحده من دول، هكسر ده واكسر ده واكسر ده عشان اخليه حلقه فاضيه. يبقى هحط 3 H2، ولما احط 3 H2 يا عم الحاج هيديني حلقه فاضيه بيقولوا عليها سايكلو هكسان ماسك فيها فرع ميثايل. ماشي ماشي. طب فين الاجابه بقى؟ هيدروجينيشن ولا هيدروجينيشن زين كاتاليتيك ريفورم، ولا هيدروجينيشن كاتاليتيك ريفورم بعد كده هيدروجينيشن، صح كده؟ يبقى انا هيدروجينيشن بعد كده كاتاليتيك ريفورم وبعد كده هيدروجينيشن، تكون الاجابه الصح هي الاجابه سي. ماشي. السؤال اللي بعده يا رجاله بيقول لحضرتك هنا ايه؟ السؤال اللي بعده بيقول لي معلش نمسح 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 نمسح. بص انا واخد بالك انا كل حاجه بالتفصيل، اي بارت بنقوله بالتفصيل خلاص، لان انت خلاص تعودت على هذا النظام. السؤال اللي بعده بيقول لي معاليك طبعا في هنا كاتاليتيك هايدريشن هالوجينيشن، دي هيدروجينيشن. ماشي. بيقول لي بقى بسم الله الرحمن الرحيم عندي اي ساين. ماشي. ترايمرايزيشن يعني هجيب منه 3 C2 H2. طبعا هيديني مركب اسمه ايه؟ حلقه بنزين فيها 3 باي بوند. كاتاليتيك هنا هيدروجينيشن، هيدروجينيشن ده تعديل عدله عندك في البوكلت. هعمل هيدروجينيشن. لما بعمل هيدروجينيشن فانا هدخل 3 هيدروجين بالاديشن طبعا، فهكسر ال3 رباطات تبقى حلقه زي ما انت شايف قرعه كده، دي اسمها سايكلو هيكسين. فين الاجابه الصح؟ قال لي الاجابه الصح عند حضرتك في اللحظه دي ان هيبقى سايكليك هيدروكربون، تكون الاجابه هنا احلى بطريقه في الدنيا تبقى الاجابه دي. جميل. نمسح نمسح. اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي هنا what take place by adding 3 مونوبرومين. يبقى انت هنا ما تنساش معاك 3 BR2 في وجود الكربون تترا كلورايد اللي هي CCl4. خد بالك ده اول ما تسمع حاجه زي دي يبقى انت بتعمل عمليه اديشن ما تفكرش. حلو. 4 فاينايل اسيتايلين. طب تيجي نرسموهم. حاضر استنى. بس مساحه. فاينايل اسيتايلين. كلمه فاينايل هي عباره عن سي دبل بوند سي، هي عباره عن اي ساين ناقص منها اتش. طب قال لك فاينايل اسيتايلين. اسيتايلين هي ده الفرع بقى بتاعها سي تريبل بوند سي، دي اسمها فاينايل اسيتايلين. ماشي. فينايل اسيتايلين. حاضر. اسيتايلين هم عباره عن 3 بوند، كربونين ماسكين في 3 بوند، وفينايل هي عباره عن حلقه اثبت ياض، وهنا هي عباره عن حلقه بنزين. ماشي. هنا بقى كلورو سايكلوبروبان. سايكلوبروبان يعني سي كلها سنجل. عايز ايه بقى؟ ذا كلر ديسابير. طب ما تيجي نشوف بس، معلش انا اسف يعني. شوف انا هقدر اكسر مين. هنا انا هكسر ده وهكسر ده وهكسر ده، وانا معايا كام واحده برومين؟ 3 يقدر يتفاعل يبقى الكلر ديسابير مظبوط. هنا انا معايا 3 بيار، هكسر ده وهكسر ده. طب والبنزين؟ البنزين ما بتتفاعلش مع برومين بالاديشن، فهنا مش هقدر اعمل حاجه في البنزين، بس انا هكسر 2 باي بوند، وطالما كسرت 2 باي يبقى انا هستخدم من ال3 بي ار هستخدم 2 وهيتبقى 1 بي ار 2 مش هيتكسر. خلاص، فاللون ده مش هيختفي. طب اخر واحد طبعا هنا ما بيتفاعلش اساسا مع البي ار 2، فاللون مش هيختفي. يبقى اول واحده كلر ديسابير، بعد كده كلر دون سابير، فتكون الاجابه الصح هي الاجابه الاخيره، هي الاجابه دي. خلاص شباب، نقدر نقول لك كده ان احنا خلصنا مع بعض بارت 1 في اريحيه واحنا بنخلص الاسئله، نتيجه ان انت حضرتك الحمد لله حليت معانا او اخدت معانا الحصه بتاعه الكونفرت. ما خلصتش حصه الكونفرت بعد اذن حضرتك اللي هي التحويلات اللي اخدنا فيها ازاي احول من كذا لكذا، ولمينا المنهج كله على شكل معادلات. هستاذنك لو سمحت لو تكرمت عشان عمر سليمان وعشان مصلحتك وعشان مصلحه الجميع، ظبط التحويلات وبعد كده هات اللي عندك
عندك هات واقعد حل معانا، هتلاقي الموضوع بالنسبه لنا سهل. يلا بينا على البارت اللي بعده. بارت 2 يا رجاله بيقول ايه بقى؟ يلا بينا. بارت 2 صغير مش كبير. وين بنزين is hydrogenated in the presence of suitable catalyst. عملت هيدروجينيشن للبنزين، يعني سيادتك دخلت مجموعه H2 يبقى هتكسر رابطه وتكسر البنزين هتحول لسايكلو هيكسان. اي ثينك بستار لو انت عملت الحركه دي انت صح، بس خد بالك هنا سايكلو الكان ما برضه صح، ما سايكلو هيكسان سايكلو الكان. طب هيكسا هيدرو بنزين صح، يبقى ده هيكسا هيدرو بنزين عباره عن حلقه بس هيكسا هيدرو. لا مستر انت بتصدق الاجابه هي تبقى بالنسبه لي all the previous، بس يعني لزياده امان معلش خلاص. هنا هيكسا هيدرو سايكليك كربون، يعني زياده امان واطمئنان عشان الموضوع يبقى سهل. فيبقى الاجابه عندك صح اول ذا بريفيوس. اللي وراه هنا اليفاتيك هيدرو كربون ايه هاز مولر ماس قد كده. ماشي اليفاتيك ما اعرفوش بس هنعرفوه دلوقتي. ايت بوليمرايزد حصل لها عمليه بوليمرايزيشن اعطتني اروماتيك كومباوند. بس خلاص انا ما عنديش حاجه بتتبلمر تدي اروماتيك يحصل لها بوليمرايزيشن غير التريمرايزيشن بتاع مركب السي 2 اتش 2. يبقى انت اول حاجه فهمتها ان الايه ده سي 2 اتش 2. فاعطاني مركب بي ما عنديش حاجه بتتحول الا السي 6 اتش 6 اللي هو حلقه البنزين. طب انا عايز اتاكد اكتر حبيب قلبي، تعالى نحسبه كده. 26 ده المولر ماس. عشان احسب مولر ماس بقى ابص على الاقواس، هتيجي تبص 2 في 12 ب 14 زائد 2 هتلاقي عندك بص ركز كده 2 في 12 سوري ب 24 زائد 2 ب 26 مظبوط. قال لي then alkylation form of B by the methyl chloride. يبقى انت هنا هتعمل alkylation للمركب B باستخدام السي اتش 3 سي ال. ساعتها طبعا ما تنساش الايه ال سي ال 3 سي اتش 3 سي ال يقف على الحلقه من فوق فيتحول لحلقه بنزين فيها مجموعه سي اتش 3. يبقى خلصناها حولناها لتولوين. طب يلا يا عم الحاج، هل مركب ايه از ايثان؟ لا. هل مركب ايه سمبلست الكاين؟ مظبوط. او مركب بي نو ميثايل جروب. ميثايل اللي هي مجموعه سي اتش 3. تعالى كده مركب بي اهو. صدق هنا البنزين عباره عن سي اتش سي اتش سي اتش يبقى مظبوط. مركب سي فيه 15 سيجما بوند. طب ما تيجي نحسبهم. طبعا ما تنساش ان كل واحده من دول ماسكه لوحدها. تعال نشوفهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مع السي و3 مع الاتش يبقى تصدق 15 مظبوط. تصدق دي صح الاجابه بي مظبوطه. طب نشوفه. A is saturated لا ده unsaturated. A is simplest alkyne. B is saturated. B اللي كون saturated لا B في دبل بوند. يبقى الاجابه الصح زي ما قلنا هي الاجابه B. اللي وراه بيقول لك which of the following process can be used in prepare the aromatic compound. destructive distillation fraction distillation الاثنين بستخدمهم وانا بستخدم الكول او الكول تار. قال لي dry distillation تصدق بتحصل لما بجيب الصوديوم بنزويت. تصدق مظبوط. يبقى مستر الاجابه 1 و 2 و 3 كلهم ينفعوا. الطرق 3 صح. اللي وراه بيقول لي عندي مركب اكس لما عملت له عمليه كاتاليتيك ريفورم معناها اعاده تشكيل في مركب. عدت تشكيله اعطاني ده مين ده؟ ده تولوين. طب مين المركب لما عيد تشكيله يبقى تولوين؟ لو جبت 7 كربون 6 يلفوا وواحده تبقى فرع. يبقى الاجابه انا عايز حاجه فيها 7 يبقى انا هجيب هب. طب لازم يبقى الكان يبقى هجيب هبتان. يبقى الاجابه الصح هتبقى دي. اللي وراه which of the following property is not for بنزين. في خاصيه من دول مش تبع البنزين. more volatile of water صح بيتطاير اسرع من الووتر. ووتر عنده odor صح. liquid in room temperature صح في الحاله الليكويد. طب بص بقى good conductor for electricity المجموعه دي مش غلط يبقى هي دي الاجابه الخاطئه. طب ليه يا مستر دي الاجابه الخاطئه؟ لان التولوين او البنزين سوري ده كوفيلنت بوند وما عندوش فري الكترون تقدر توصل لان ده كوفيلنت. امتى يبقى عندي توصيل الكهرباء؟ بيبقى ايونيك فالايونيك بيعمل لوز وجين فالراجل ده لا مش كده. اللي وراه لو جبت 1 مور من الاروماتيك بنزين ادي الاروماتيك بنزين سي 6 اتش 6 جبت واحد منه
وحرقته مع اكسجين، قال لك حرقته مع اكسجين كتير كمان، هيدي اي مركب اورجانيك يتحرق مع اكسجين ينزل CO2 و H2O. طب باشا يلا نعمل بالانس، هنا كام سي؟ 6، هنا كام سي؟ 1، اضرب في 6، هنا كام اتش؟ 6، هنا كام اتش؟ 2، اضرب في 3، يبقى يديني 6 مول من الكربون دايوكسيد، هنا مكتوب 3 مول كربون دايوكسيد، هنا مكتوب 6 مول كربون دايوكسيد جاز، صح كده؟ و3 مول ميه، و3 مول ميه، صح، اللي هي ووتر فيبور. يبقى انا لقيت الاجابه الحمد لله تاني واحده، يبقى الاجابه في تاني واحده هتبقى بي. سلام. Which of the following equation is applied for Friedel-Crafts reaction؟ فين Friedel-Crafts؟ Friedel-Crafts كان بيجيب مجموعة RX، الار اختصارا لأي مجموعة الكايل، اكس لأي هالوجين فاسمها هالايد، وكان بيحط على السهم AlCl3 على فكرة. وفي مراجع بيقول لك ساعات، ركز معايا، في مراجع ساعات بيقول ان هم بيحطوا ZnCl2 على فكره تنفع، بس انا الارجح واللي بيتبان عندي AlCl3. ولكن بص هنا انا هعمل ايه؟ عايز حلقه بنزين ادخل عليها هنا اول حاجه. اقول لك على حاجه، كل دول ما ينفعوش، مفيش حلقات بنزين بيور، حلقه بنزين اهي محترمه، وهنا جاب مجموعه ار ايا كان عددهم، وهنا مجموعه الاكس، ادي ار وادي اكس، وحط على السهم المطلوب. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ اتش اي هتروح ويخش مكانها C2H5، بدل ما اسمها C6H6 بقت اسمها C6H5، ودخل C2H5 وطلع ال HCl. اهي هي دي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك، انا الاجابه عشان بس محدش يفضل يأفور بتعلمها ايه. السؤال اللي بعده يقول لك which of the following halide used in Friedel-Crafts alkylation؟ مين الهالايد؟ انا عايز مجموعه ار اكس، يعني كلمه ار يعني مجموعه من الكربون ايا كان عددهم، اكس هالوجين اللي هو يعني فلورين كلورين برومين ايودين. بص يا باشا، كلورو بنزين، لا ده مش ار اكس خالص، برومو بنزين مش ار اكس، كلورو ايسين، خلي بالك ان الار هنا بتبقى مجموعة الكان، هنا بص يا رجالة ايسين، يبقى ده تبع الالكين، وانا مش عايز الالكين فهتبقى الاجابة دي ملغية برضو. ده اللي فاضل لي مين بقى؟ ايزو بروبايل كلورايد. طبعا كلكم تقولوا ايزو، افتكر الكابتن اللي كان الناس اللي كانت واقفه عملت كده خلاص. هي عباره عن سي ماسكه في سي ماسكه في سي، او الناس اللي كانت مصلوبه، وطالما ايزو يبقى دي الناهيه، ناهيه ثلاثيه ماسكه في هنا ايه؟ CL، ده الشكل الايزو. فهو ده يعتبر، هنعتبر ان الجزء الايزو ده عباره عن ار، والمجموعه دي هي عباره عن اكس، هتبقى الاجابه الصح عندك ايه اللي وراه؟ يوري تراي كلورو ميثايل بنزين، يعني عندي حلقة بنزين فيها مجموعة ميثايل، وهنا في كلورو في كل ناحية، هنا في Cl، هنا في Cl، هنا في Cl. ماشي، عايز ايه بقى؟ يا ترى مين هيتفاعل مع مين؟ مين الأول؟ بص يا باشا، فاكر لما قلت لك لو أنا دلوقتي عايز حد يرص القاعة، عايز حد يرتب قاعه، ادخل الراجل اللي هيرتب ولا ادخل الناس الاول؟ لا ادخل الناس، الراجل اللي هيرتب عشان الناس وهي داخله ترتبهم. يبقى انا لازم الاول اجيب الريس، والريس ده اي حاجه ما فيهاش او بتوجه ارسو وبارة، هقول له انت الريس انت كويس، هلاقيه بيوجه بالفعل في القرص اللي هي الاماكن اللي جنبه، والبارة يعني المكان اللي في وشه. يبقى انا اول حاجه اجيب التولوين واعمل له كلورينيشن او احط له كلورين او له هالوجين، فهتبقى الاجابه صح. هنا الاجابه ايه؟ طب ليه يا مستر دي ما تنفعش؟ قال لي هنا خلي بالك، قال لك اجيب الكلورين ان ذا بريزنس اوف الترا فايولت، خلي بالك هنا قال ايرن، قصده بالايرن اللي هي FeCl3، فده لما بحط الموضوع ده بيحصل سبستيتيوشن. طب لما قال يو في هنا هيحصل عمليه اديشن، ومعنى كلمه اديشن يعني عمليه كسر للرابطه، وانا مش عايز اكسر رابطه، انا عايز اشيل اتشايه واحط مكانها هنا ايه؟ عايز احط هنا سيلايه واعوض هنا بسيلايه واعوض هنا بسيلايه من غير ما اكسر الرابطه، والرابطه بتاعتي جميله، فدي مش هتنفع تبقى الاجابه الصح ايه؟ اخر سؤال بيقول لك ذا بنزين رياكت ويز، يا ترى البنزين هيتفاعل مع مين؟ بص يا باشا، الووتر لا، الميثانول لا،
البنزين هيتفاعل مع، هل البرومين ووتر اللي هي البي ار 2 اللي لونها احمر؟ لا يا مستر، ده احنا ما خدناش، دي كانت بتتفاعل مع الالكين والالكاين وكان لونها بيختفي. البنزين هيتفاعل مع النيتريك اسيد في عمليه اسمها النيتريشن اللي هو الاتش ان او 3 بالاماره. الراجل ده كنت انا بقسمه لك لحاجتين، لان او 2 و او اتش، وكانت المجموعه اللي بتخش تهجم على الحلقه هي الان او 2 في وجود على السهم كونك اتش 2 اس او 4، وكانت بالاماره درجه الحراره 50 سيليزيوس. ايوه صح، يبقى هنا بيتفاعل مع النيتريك اسيد، فتبقى الاجابه